شهر مارس من كل سنة بيكون هو الشهر اللي بتبتدي تنزل فيه الموديلات الجديدة من الموبايلات، وده يعني من معظم الشركات. وأهم شركة بتبتدي تنزل موبايلاتها في الفترة دي هي العملاق الكوري سامسونج. وعلشان كده فاحنا في فيديو النهارده هنتعرف على أحدث موبايل من سامسونج في الفئة الاقتصادية من سلسلتها المميزة جدا سلسلة الام، وهو الجالاكسي ام 14 5G. وهنتعرف على كل مواصفات التليفون ده وكل مميزاته وعيوبه، وهل هيكون اختيار مناسب دلوقتي خصوصا يعني بعد ما الأسعار زي ما انتم عارفين. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. انا محمود طمان، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. التصميم بتاع الموبايل ما حصلش فيه اي تطوير او تجديد، فهو بيجي بنفس التصميم بتاع سلسله الام والاي بتاع السنه اللي فاتت، واللي هو تصميم سيمبل وبسيط جدا. الموبايل طبعا جاي بخامات تصنيع بالكامل من البلاستيك البوليكربونات، وبصراحه جوده تقفيل وتصنيع التليفون كويسه ومقبوله جدا. ابعاد الموبايل معقوله، ولكن سمك التليفون ووزنه كبار شويه، وده بسبب الشاشه الكبيره بتاع التليفون وكمان البطاريه الضخمه جدا اللي موجوده في الموبايل. فبصفه عامه تصميم التليفون تقليدي وبسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه بتميزه. الشاشة هي من أهم المميزات الإيجابية اللي موجودة في الام 14 من سامسونج. فالتليفون بيجي بشاشة بالتصميم القديم اللي بنوتش اللي على شكل قطرة الماء دروب ووتر، والشاشة مساحتها كبيرة 6.6 بوصة من نوع BLS LCD بجودة فول اتش دي بلس، بحيث إن كثافة البكسلات في الشاشة 2400 في 1080 بكسل، وده هيدينا 400 بكسل لكل بوصة في الشاشة. وبصراحة دي كثافة بكسلات ممتازة جدا بالنسبة للفئة السعرية دي. الشاشة جاية بأبعاد عرض كبيرة 20:9، وبتستحوذ على 81.5% من حجم الواجهة بتاع التليفون كله. والشاشة دي معلهاش أي طبقة حماية من أي نوع. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة، فبصراحة تليفونات سامسونج كلها معروفة بشاشاتها الممتازة. فالشاشة دي هتقدم لك أداء ممتاز جدا من حيث درجة الحدة والتشبع وسطوع الألوان اللي بيظهروا عليها. الألوان بتكون حادة وسطوعها كويس قوي، وألوانها رايقة وهتعجبك جدا. والكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا في منتهى الدقه والوضوح. وبرضه من الحاجات اللي بتميز الشاشه دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 90 هرتز، واللي بالتالي هتخلي اي حاجه تشتغل معاك على الشاشه بتاع الموبايل سواء فيديوهات او جيمز تشتغل معاك بشكل سلس وسموث جدا. ولكن غير كده الشاشه ما فيش فيها اي مميزات تانية اضافيه، ودرجه سطوعها كويسه، فانت مش هيقابلك اي مشكله خالص وانت بتستخدمها تحت اشعه الشمس المباشره. وبرضه حواف واطراف الشاشه مش كبار، بس برضه مش اصغر حاجه. فالشاشة بتاع الجالاكسي ام 14 من سامسونج هي شاشة ممتازة جدا في فئتها السعرية، وده من حيث نوعيتها أو دقتها، وهتقدم لك أداء ممتاز جدا في لعب الجيمز أو مشاهدة أي محتوى عليه. أما بقى بالنسبة للأداء بتاع الموبايل، فالتليفون بيجي بمعالج من إنتاج سامسونج جوه الإكزينوس 1330. فالمعالج ده معالج اوكتا كور ثماني النواة، وبيجي بتردد لغاية 2.4 جيجا هرتز بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع معالج رسوبه متواضع وهو المالي جي 68 MB2. واهم حاجه بتميز المعالج ده انه بيدعم شبكات الجيل الخامس. الموبايل بيجي بنسختين، نسخه بسعه تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 4 جيجا رام، والنسخه الثانيه فبتيجي بسعه تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 4 جيجا رام. ودي سعات مقبوله في الفئه الاقتصاديه، ولو اني كنت اتمنى بصراحه يعني لو كان التليفون جاي برامات اعلى من كده شويه. والمعالج اللي موجود في الموبايل ده هو معالج اقتصادي وهيقدم لك اداء متواضع. فأداء التليفون في المهام اليومية المعتادة زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي هيكون أداء مقبول إلى حد ما، هتقدر إنك تستخدم كل التطبيقات دي من غير أي مشكلة خالص. وبالنسبة لأداء التليفون ده في المالتي تاسكينج فهو برضه أداء كويس، ولكن بأمانة مش هيكون أفضل حاجة. يعني أنصحك إنك ما تفتحش تطبيقات كتير في الخلفية وتستخدمها مع بعض في وقت واحد، لأن ده هيأثر شوية على أداء الموبايل. التطبيق اللي تستخدمه قفول على طول، ما تسيبوش مفتوح في الخلفية. ونفس الكلام ده برضه بينطبق على أداء الموبايل في الجيمز، فانت هتقدر تلعب الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك تهنيج او لاج في التليفون. ولكن بقى بالنسبه للجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي، فبصراحه ادائها يعني مش هيكون افضل حاجه. اي نعم هي هتشتغل معاك كل حاجه، ولكن يستحسن يعني انك تلعب الجيمز دي على اعدادات جرافيك يعني متوسطه او حتى قليله، علشان تاخد اداء مقبول شويه من الموبايل. ولكن بقى لو فكرت تلعب الجيمز دي على اعلى اعدادات جرافيك هتشتغل معاك مفيش اي مشكله خالص، ولكن ادائها بصراحه هيكون سيء وهيبقى فيه تهنيج ولاج كتير في التليفون. اما بقى بالنسبه للكاميرات بتاع الموبايل، فهي بصراحه من اهم واقوى المميزات اللي موجوده في التليفون. فالجالاكسي ام 14 5G جايب بكاميرا خلفيه ثلاثيه، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8. اما بقى الكاميرا الثانيه فهي كاميرا ماكرو بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4. والكاميرا الثالثه والاخيره فهي كاميرا بورتريه وبتيجي برضه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4. والثلاث كاميرات دول ملحقين بفلاش LED من قطعه واحده. وبصراحه الكاميرات دي هتقدم لك اداء ممتاز جدا. يعني الكاميرا الاساسيه في ضوء النهار هتقدم لك صور ممتازه من حيث درجه الحده والتشبع وسطوع الالوان اللي بيظهروا فيها. الالوان بتاع الصور دي بتكون رايقه وواضحه جدا، والتشبع وسطوع الالوان بتوعها كويسين قوي.
وكمية التفاصيل اللي بتظهر فيها بتكون كتيرة ودقيقة، وبرضه التباين بتاع الألوان مظبوط، مش هتلاقي كده في لون داخل على التاني. وفي الإضاءة الضعيفة أو الليلية فالجودة بتاع الصور بصراحة ما بتقلش كتير، وكمية النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها بيكونوا برضه كويسين قوي، مش واضحين ومش باينين. وهتقدر باستخدام الكاميرا الماكرو إنك تاخد صور قريبة بكمية تفاصيل كتيرة، وأدائها شبه كل الكاميرات الماكرو اللي موجودة في الفئة السعرية دي كلها. ونفس الكلام برضه بالنسبة للكاميرا البورتريه، هتقدر إنك تستخدمها وتحدد أطراف الصور بشكل كويس جدا. نعم برضو أدائها مش أقوى ولا أفضل حاجة، ولكنه مقبول وكويس جدا بالنسبة للفئة السعرية دي. وهتقدر باستخدام التليفون ده إنك تصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بدقة 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانية. ونفس الكلام برضو ينطبق على الكاميرا الأمامية، فالتليفون جاي بكاميرا أمامية يعني كويسة ومقبولة جدا، فهي بتيجي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.0، وهتقدر إنك تاخد بيها صور سيلفي كويسة بنسبة كبيرة، وتقدر تستخدمها في المناسبات إنك تاخد بيها صور سيلفي مميزة هتعجبك. وبرضه حاجة من الإيجابيات المهمة جدا في الموبايل والحاجات الكويسة جدا هي البطارية. فالتليفون بيجي ببطارية كبيرة بسعة 6000 ملي أمبير، وبصراحة دي من الحاجات اللي بتميز سلسلة الام من سامسونج كلها، إنها بتيجي ببطاريات بساعات كبيرة. فالبطارية دي هتكمل معاك يومين من الاستخدام لو أنت بتستخدم التليفون بشكل متوسط شوية، وهي بتيجي بقدرة شحن 15 واط، وبصراحة ده ما أقدرش أعتبره شحن سريع خالص. وبصراحة سامسونج لسه بصفة عامة متأخرة في حتة الشحن السريع دي، فانت هتقدر تشحن التليفون بتاعك من 0 ل 100% في حوالي ساعتين وربع تقريبا، وده هيكون من خلال منفذ USB Type-C. وبالاضافه برضه للحاجات الممتازه جدا اللي موجوده في الموبايل ده، انه بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 13 مع احدث واجهه مستخدم من سامسونج، وهي الون يو اي فيرجن 5. وبصراحه الواجهه بتاعت سامسونج دي هي احسن واجهه اندرويد ممكن تستخدمها في اي موبايل. ادائها سلس جدا على التليفون ومفيش فيها اي باجز او مشاكل، وكمان فيها مميزات كتيرة جدا زي انها بتدعم وضع الدارك مود بالكامل، وكمان فيها ميزة المجلد الآمن، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشة لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سن، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الخامس ل 5G، وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكرة خارجي مايكرو اس دي كارد، وده حتى 1 تيرا في منفذ خاص بيه. التليفون بيجي بمستشعر بصمه واللي مدمج في المكان العملي جدا في زر الباور، والمستشعر ده بصراحه اداؤه ممتاز من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس ان لوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه وراج الفيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل كويس جدا من حيث دقتها او سرعتها. وبرده الموبايل بيجي بسماعه وحيده مونو على اليمين، واللي صوتها متوسط من حيث العلو او النقاء بتاعها. التليفون بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله، والجي بي اس اللي في الجهاز ده كويس جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. وكمان التليفون بيدعم تركيب وصلات الاو 2 جي، وكمان مستشعر جيروسكوب، ومستشعر الاتصال قريب المدى NFC. وبصراحه دي ميزه مهمه جدا ومن الحاجات الايجابيه اللي موجوده في الموبايل. ولكن بقى التليفون ما فيهوش مستشعر IR وغير مقاوم للماء ولا الغبار، بيجي باصدار بلوتوث 5.2. الموبايل بيجي بثلاث الوان، كحلي وازرق فاتح وفضي. وعلبه التليفون بيجي فيها الشاحن وسلك توصيل USB Type-C وجراب للموبايل ودبوس درج الشريحه والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع لنسخه ال 64 مع 4 جيجا رام $215. وطبعا مش هقدر اقول لكم سعر التليفون بالمصري علشان سعر الدولار عندنا في مصر متغير كل يوم بسعر. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الاجهزه الاقتصاديه اللي بقت تصنعها سامسونج في الفتره الاخيره بصراحه معظمها اجهزه محترمه جدا، وسامسونج بتقدم في معظم الاجهزه دي مواصفات مقبوله قوي. والكلام ده بالذات ينطبق بشده على الموبايل ده اللي سامسونج بتقدم لك فيه مواصفات محترمه سواء الشاشه او الكاميرات وكمان البطاريه ومميزات تانية كويسه هتعجبك. يمكن يكون الاداء هو يعني مش افضل حاجه ولا اقوى حاجه في الموبايل، خصوصا لو انت هتستخدم التليفون استخدام شاق او تقيل. وطبعا حابب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده اول مره تشوفني فيا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.